السلام عليكم. تيجوا نعمل فراخ مشوية بأسرع طريقة ممكنة وبتتبيلة وطعم مميز. الفراخ بالطريقة دي هتعتمدوها في كل مرة تحبوا تاكلوا فيها فراخ مشوية. أنا كارلا ودي قناتي كارلا في المطبخ. لو عجبتكم القناة دوسوا اشتراك ولايك. معايا طماطماية متوسطة وبصلة مقطعاهم 4 أرباع. كمان معايا فرخة بيضة، الفرخة مقطعاها نصين من الظهر. الفراخ البيضة هي اللي تنفع للشوي، الفراخ الحمراء او الفراخ البلدي مش تنفع نشويها لانها بتاخد وقت طويل في التسوية. الفراخ اكون غسلها كويس ونقعاها في مية فيها ملح وخل لمدة ربع ساعة، وبعد كده اشطفها تاني من محلول النقع ده. خطوة النقع دي بتفرق جدا في طعم الفراخ. اجيب بقى كده الكبة او الخلاط، احط فيها الطماطم والبصل، معلقتين صغيرين ملح، ومعلقة فلفل اسود، معلقة ونص بهارات فراخ، ومعلقة بصل بودر، ومعلقة توم بودر. واضرب بقى المكونات دي مع بعضها. بس كده، مش عايزاهم يكونوا ناعمين قوي. احط بقى التتبيلة اللي احنا عملناها دي على الفراخ. شايفين بقى التتبيلة؟ حطيت كمان 3 معالق خل. هقلب بقى الفرخة في التتبيلة دي. اتبل بقى الفرخة بالتتبيلة دي قبل التسوية بليلة، واسيبها بقى في التلاجة. لو مستعجلين ممكن يكون قبلها ب3 ساعات، مش اقل من كده، عشان يبقى فيه وقت كافي ان الفرخة تفضل في التتبيلة وتشرب التتبيلة كويس. ممكن كمان اتبل الفرخة بالتتبيلة دي واحطها في الفريزر وتبقى جاهزة. اي وقت احب اسويها اطلعها اسويها على طول. بعد ما طلعت الفراخ من التلاجة تاني يوم احطهم في صينية بالتتبيلة بتاعتهم واحطهم على نار متوسطة لمدة 10 دقايق، مش اكتر من كده. اي حاجة بتتبل يبقى لازم نديها الوقت الكافي انها تشرب التتبيلة، لان التتبيلة جزء اساسي من طعم الاكل اللي بيكون متبل، بيفرق جدا في الطعم النهائي. معايا بقى هنا الشواية دي شواية البوتاجاز. الشواية دي اقتصادية جدا لانها ما بتشتغلش بالكهرباء، نحطها على البوتاجاز وبنشوي بيها الاكل. كمان بتدينا نتيجة سريعة، مش زي ابدا الشوايات التانية، شواية اللي بالكهرباء او اي نوع تاني للشوايات. الشواية دي بتدينا اسرع نتيجة وبتدينا نفس الطعم ونفس النتيجة بتاع الشوي، ما بتاخدش وقت طويل في الشوي. كمان سعرها اقتصادي ومش بتستهلك كهرباء. كمان اقدر احطها تحت المية واغسلها.
احط بقى الشواية كده على البوتاجاز، لما تسخن احط عليها الفراخ. واغطيها. لما الفراخ الاقيها احمرت من ناحية اروح قلباها على الناحية التانية. خطوة تسوية الفراخ في الصينية بتقلل من مدة شوي الفراخ، ما بيفرقش خالص في النتيجة. احنا بنحط الفراخ على النار قبل الشواية 10 دقايق مش اكتر من كده. اقدر كمان احط الفراخ على الشواية من غير الخطوة اللي قبلها، وبرضو هتطلع مستوية وكويسة جدا. شايفين بقى الفراخ بعد ما خلصتها طعمها حلو جدا، طعم الشوي. شايفين كمان مستوية ازاي. اقدر اعمل فراخ بالتتبيلة دي واحطها في الفرن. عملت معاها تومية. الشواية دي بجد لما جربتها ندمت اني ما جبتهاش من زمان. اقدر كمان اشوي على الشواية دي اي حاجة، اشوي عليها كفتة، اشوي عليها لحمة او شيش طاووق او كبدة. ما تنسوش وانتوا بتعملوا الفراخ تصلوا على النبي. بألف هنا.